اهلا وسهلا، الله يخليك. هكذا مفيش حد حوالينا، مفيش بني ادم. والله هنمشي اهو، هنمشي خلاص. ما تعرفش بقى عايزين يقعدوا تحت الظل ولا ايه؟ دول بقى يتذبحوا تاكل احلى لحم. السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده احنا رايحين كده مكان اسمه نيو فورست، تعتبر ناشونال بارك. المكان هناك الصراحه جميل، في مساحات خضراء كتير وفي غابات وفي حيوانات بتبقى موجوده في الجنينه هناك او في البارك هناك. فالصراحه المكان هناك جميل. فانا النهارده هاخدكم كده اوريكم الريف البريطاني عامل ازاي. هو مش ريف بمعنى الريف بتاعنا في مصر، فما فيش هناك مثلا مزارع، هي يعتبر حدائق بس وغابات. فخلينا نبدا الفيديو ونروح على البارك. ادينا وصلنا المكان الجميل ده. في شويه حسينه ورانا اهم. الصراحه بيبقى في شويه بار وشويه حيوانات تانية بتبقى موجوده هنا بس مش موجودين النهارده للاسف. فخليني افرجكم على المكان. ادي الحسينه الجميله، في حصان صغير هناك بس نايم. هنا في انجلترا بيبقى في حسينه كتير في الاماكن اللي بتبقى زي كده، اللي هي الغابات او البارك الكبيره، وبيبقوا موجودين عادي في الشارع. والحسينه دي حسينه بريه، فما تفكرش ان انت تيجي تقرب منهم ويكون الموضوع عادي او تركبهم، لان هم ممكن يعني يبهدلوك. فاحسن حاجه اللي انت تبقى بعيد عنهم. هم هنا ممكن الصراحه اللي هم يكسروا العربيه، بس عادي لو يعني كسروا العربيه او عملوا حاجه في العربيه، في التأمين هنا ممكن يغطي الحاجات دي كلها. بس هي عجباهم تقريبا العربية. ربنا يستر على العربية بتاعتنا. العربية بتاعتنا هنا بس ان شاء الله مش هيروحوا جنبها. ما تعرفش بقى عايزين يقعدوا تحت الظل ولا ايه. انا الصراحة خايف منه. العيلة كلها راحت عند العربيتين هناك. بس ربنا يستر، ربنا يستر على اصحاب العربية وربنا يستر على العربية بتاعتنا. ظبطنا القعدة بتاعتنا هنا. طبعا الواحد عايز يجي كده يقعد ايه في راحة، مفيش صوت، مفيش غير صوت العربيات هناك. بس العربيات هناك كده كده ايه قليلة. القعدة هنا جميلة جدا زي ما انتم شايفين، يعني مفيش احلى من كده. احنا كنا ممكن نمشي قدام بس مشكلة مفيش قعدة حلوة قدام. هنا في ناس هنا بتلعب راكت والحسنة هنا موجودة فاحنا بنتفرج عليها. احنا جايبين كروسو بالشوكولاتة. الماركة اسمها ناتوكا، المفروض اللي هي تبقى نوتيلا بس ده البديل بتاعها او البراند الفيك بتاعها. وده برضو شيبسي، جايبين شيبسي برضو مش مقاطعة. واهم حاجة يعني احنا المرة دي انا مظبط نفسي وجايب حاجات معايا. لما رحت الشاطئ المرة اللي فاتت ما كنتش اخد معايا اي حاجة. جايبين معانا حاجة ساعة، جايبين علبة حاجة ساعة، هي اصلا رخيصة جدا. فدي المفروض بديل لكوكا كولا وبيبسي، طعمها حلو جدا وارخص بكتير الصراحة. المشكلة في نيو فورست اللي انت ما ينفعش تعمل باربيكيو او تولع اي حاجة انك انت تعمل اكل او اي حاجة زي كده، علشان هي ناشونال بارك. بس في اي بارك تانية تقدر عادي تعمل باربيكيو تعمل اللي انت عايزه، بس هنا ما ينفعش عشان هنا بيخافوا اللي انت ممكن تسيب اي حاجة وراك، فحم او اي حاجة، فتولع في الغابات دي كلها. فهنا ممنوع ان انت تولع اي حاجة. فانت تجيب معاك اكل جاهز وتيجي تقعد تستقنيص. الحصان جاي علينا وشكله هيتجابه. انا الصراحه مقلق منه وبنته معاه، اللي هم لو هجموا علينا مش عارف اعمل ايه. المشكله مع مراتي انا هعرف اطلع اجري، بس برضو يوم ما هجري من حصان يعني بالعقل كده مش هينفع. فاحنا نحضر نفسنا كده ونمشي بالادب احسن ما يجوا يمشونا بقله الادب. والله هنمشي اهو، هنمشي خلاص، هنمشي. احنا اسفين، احنا اسفين، احنا ازعجنا حضراتكم. لازم وانت بتشيل الحاجة تشيلها واحدة واحدة وما تخوفهمش، عشان لو خافوا يعني انت اللي هتتضرر مش هما.
وقانونيا انت ما ينفعش اصلا تزعجهم. يعني لو انت مثلا ماشي بعربيه ولا حاجه وطلعوا قدامك لازم تقف تديهم مساحتهم، ما ينفعش تزمر لهم، هم اصلا ليهم حقوق اكتر منك، فلازم تخلي المعلومه دي في دماغك على طول. فاحنا هنمشي بادبنا ومتشكرين على حسن الضيافه. شكرا ليكم، يلا بينا. برضه في الاماكن اللي زي كده بيبقى في اماكن انك انت تركن فيها ببلاش، مش لازم تدفع. فدي الصراحه من الحاجات الجميله هنا في انجلترا. المفروض بقى احنا هنا دلوقتي في ملعب جولف، كل يوم انا رايح الشغل بشوفه، فتعالوا اوريه لكم. شايفين المساحات الخضراء؟ هو ده ملعب الجولف ده كله لغاية هنا خالص. هو تقريبا في فلوس بتدفعها، بس انا الصراحة مش عارف فلوس ايه، بس كان في زي يافطة بره تقول لي انت لازم تدفع فيه، فانا مش عارف بكام ولا ايه اللي انت بتدفع له اصلا. بس اهو ده برضو جزء، مش عارف، هو ده تقريبا هو ده ملعب الجولف. اهي الراية هنا، والأرضية هي بتقف بقى هنا وتجي لاعب بالجولف. لو انت بقى غني عايز تعمل نفسك غني يعني تعالى هنا. فالمكان الصراحة جميل زي ما انتم شايفين، مساحة فاضية كبيرة جدا عادي تمشي فيها ببلاش. يا ريت يا ريت يبقى في حاجة زي كده عندنا في مصر، بس ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل. المهم من مكاني هذا ارى بعض الاغنام هناك وبعض الحيوانات، فاحنا هنمشي مسافة كبيرة جدا. يعني هما بعيد خالص، مش عارف انتوا شايفينهم ولا لأ، بس هما بعيد خالص هناك. ففي أبقار، طبعا أنا بحاول أتكلم لغة عربية فصحى شوية، فهنروحوا هناك ونقعد بقى القعدة الحلوة بتاعتنا هناك عادي. أنا عمري أصلا ما طلعت طلعة زي دي، فأنا بحاول إن أنا ألاقي مكان حلو على أساس لما أكون زهقان وأبقى عايز مثلا أطلع أقعد في مكان هادي وحلو واللي أنا أستجم شوية، أبقى عارف إن المكان اللي أنا هروحه. يعني المكان اللي إحنا رحناه الأول ده المكان الوحيد اللي أنا كنت أعرفه، بس ما كانش فيه حاجات كتير الصراحة. يعني ما كان ساعات بيبقى فيه أبقار هناك وحسنة وكده، بس المرة دي ما لقيتش غير حسنة، وهم أصلا 3-4 حسنة. فأنا دلوقتي شايف مجموعة هائلة من الغنم هناك، فيلا بينا نروح هناك. هكذا شايفين وصلنا المكان اللي أنا قلتلكوا عليه، البار أهو، الحيوانات أهي. شايفين المنظر؟ يعني المنظر ما شاء الله جميل جدا، سبحان الله. والحصان تاني يعني برضو الحصان جا شافنا جالنا هنا، مش عارف انا في ايه. فالمكان ده هادي تماما، ما فيش حد حوالينا، ما فيش بني ادم، ما فيش غير شوية الابقار والحسنة دول بس، وعمالين يبصوا لنا مبرقين لنا اهلا وسهلا الله يخليك. شاهد مكان جميل جدا، اهلا وسهلا. الحسين عمال يرحب بينا او بينادي على قرايبه. مفيش طبعا احلى من المنظر ده بالنسبه لي. انا ممكن كل اسبوع اجي استجم هنا. فانا اول ما جيت كنت عايش في النيو فورست، قعدت فتره كبيره ساكن في النيو فورست. اول يوم جيت فيه زي ما انتم سامعين كده مفيش صوت خالص. فاول ما وصلت انجلترا، وصلت المدينه هنا ودخلت انام، ما كنتش تعبان خالص. الطياره كانت 5 ساعات، ركبت الطياره الساعه 9 الصبح، وصلت البيت هنا الساعه 5. فالمده يعني ما كانتش كبيره ان انا اتعب من السفر. فجيت نمت عادي، نمت حوالي 12 ساعه او 13 ساعه، ما صحيتش فيهم، عينيا دي ما رمشتش. فصاحي بقى فايق جدا هو في ايه اللي حصل؟ ايه النوم ده كله؟ انا في مصر طبعا مش متعود على الكلام ده. في جنب مني مدرسه الساعه 6 الصبح، انت لازم تصحى من صوت العيال في الشارع وجري الخناقات وصوت العربيات. فالمنطقه دي هاديه جدا. يعني انا لو سكت دلوقتي انتوا سامعين هوا، يعني مش عارف حتى اصلا هتسمعوا الهوا ولا لا. المكان هادي جدا. تخيل بقى انت ساكن في منطقة زي كده مفيش صوت، كل واحد قاعد في بيته ومفيش صوت خالص غير لو في بقى عربية معدية او حاجة زي كده. انا عايز اطير الدرون بس بابا خايف من ردة فعل الحيوانات، ان هم مش متعودين على الاصوات دي طبعا، فهطيرها.
تعالوا نحاول ان احنا نروح قرب منهم. انا ما بخافش من البقر قوي، بس هو الحصان اللي انا بخاف منه، لان الحصان ممكن يعضك، ممكن يرفسك. البقرة كبيرة اللي هي تنتحرك، فانا هطلع اجري لو بقرة فكرت انها تنتحر. في بقرة صغيرة هناك، هي المشكلة ان الشمس ضربة هناك، فلو انا عايز اصورهم والصورة تطلع كويسة لازم بقى الف لفة جامدة. بدأوا يتكلموا اهو، شايفين؟ انا بحاول انا برضو ايه ابقى بعيد عنهم، على اساس اللي انا برضو ما ازعجهمش، مش عايز ازعج اي بقرة فيهم. كده الصورة تطلع احلى. والبقر هنا بيبقى موجود عادي، محدش يقدر اصلا ان يجي جنبه، فهم في امان تام. لو عندنا في مصر مش هتلاقيهم تاني يوم، دول بقى يتذبحوا تاكل احلى لحم. البقر في الطلق كده واخد بالك، بيشم نفسه عادي، بيتمشى براحته. طبعا لو انت برضو شخص ما بتحبش الريحة بتاعتهم فمش هتعجبك القعدة هنا. فرسالة لصديقي فؤاد، ان هو اكتر واحد عايز يجي في مكان زي كده. لما تبقى فاضي بقى قول لي، نيجي بقى يوم سبت او يوم حد، نيجي نقعد القعده الجميله دي. والبار ده ان شاء الله يبقى موجود كل اسبوع اللي احنا نيجي نشوفه ونزوره. المشكله هنا بقى ان انت هتلاقي حشرات كتير وانت قاعد، يعني في عناكب بتطير اصلا جنبيه دلوقتي. فدي المشكله بتاعت الحدائق والجناين والزرع والحاجات دي، هتلاقي حشرات في كل حته. فانا ما بحبش الحشرات خالص. وبرده بيبقى فيه حبوب للقاح، فلو انت شخص عندك حساسيه زي هتموتك. بس الحمد لله ما فيش النهارده حبوب للقاح كتير. وبرده الحديقه لو مقصوصه لسه مقصوصه مثلا بتلاقي ريحتها قويه، فدي ممكن تتعبك شويه. هلو رايت. برضه ممكن تلاقي ناس هنا معدية، لسه في 2 معديين قالوا لنا هلو. فبرضه مش هتلاقي حد، يعني هنا مش لاقي حد. دول اول 2 اشوفهم معديين. في ناس قدام اللي هم زي ما قلت لكم بيلعبوا راكت وبتاع ولا كريكت وجولف، بس هنا مفيش حد. انا مش هطول عليكم كتير، كده كده مش هفضل اعيد وازيد في اللي انا بقوله. فانا كنت اصلا عايز اوريكم المنظر ده، ولما جيت هنا ولقيت المنظر ده قلت لازم يعني تشوفوه معايا. فهو ده يعتبر الريف البريطاني اللي في المدينه عندي. كنت روحت انا مدينه تانية اسمها ايل اوف وايت. طبعا المدينه دي فيها مزارع، وهي بقى ريف. ده كل اللي انا كنت محتاج اوريه لكم في الفيديو ده، عشان في ناس كتير كانت طالبه مني فيديو عن الريف البريطاني. فما تنساش تشترك في الفيديو، تدعمني، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.